نظمت الجمعية التونسية للتطوع فعالية هاير مدينة 3 لعرض كتاب حول المعالم العسكرية والإدارية الإسلامية لسوسة. احنا اليوم في إطار تظاهرة هاير مدينة باش نقدموا كتاب اللي هو الجزء السابع من موسوعة مدينة سوسة والمعالم العسكرية والإدارية الإسلامية بمدينة سوسة. والكتاب هذا ورد في 300 صفحة ويحتوي على 78 مدخل، يشتمل على مجموعة من المعالم اللي تذكر لأول مرة في تاريخ مدينة سوسة، منها المندثر ومنها اللي مازال قائم. ومدينة سوسة منذ مطلع الفترة الإسلامية أو العهد الإسلامي جعلت ثغرا لبلاد المسلمين، وخذت المدينة قيمتها من تحصيناتها، وعلى أساسها هي صارت أحد المدن المصورة وأحد قلاع إيالة تونس، وازدهرت وطورت نسيج عمراني داخلها، وذلك بفضل معالمها العسكرية أساسا اللي حماتها خلال الفترات التاريخية والحروب والأزمات، ومنعت من التدمير ونجت من التدمير على خلاف العديد من المدن الأخرى التي اندثرت. كما ساهمت الجمعية في مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى والذي امتد من 15 إلى غاية 25 من أوت الجارية. تقديم كتاب الدكتور محمد علي الخرشفي، وفي نفس الوقت جولة ليلية لمعالم ساحة دريبة اللي هو المعلم الأثري في مدينة سوسة، واللي هو تو دائرة بلدية ولكن فيه برشا معالم. فيه جامع الباشا، فيه معناتها المركز الثقافي هذا اللي هو في أصل معناتها كان فضاء مربوط بدار البي، فيه دار البي، فيه حتى السجن، فيه دار الشرع، فيه برشا أشياء، فيه وين كانت المحاكم معناتها تكون موجودة، فما القاضي المالكي والحامفي، فيه مسجد صغير. احنا اليوم باش نقدموا مع سي محمد علي الخرشفي كتاب القرن. احنا سميناه كتاب القرن لانه كتاب فيه برشا حقائق تاريخيه منسيه واكتشافات كبيره صارت في العامين الاخرانيين في سوسه، واحنا زاد في صفحه سوسه زمان ساهمنا في بعض الاكتشافات هذه، خاصه حكايه باب البحر وباب البحريه وبرج باب البحر. برشا ناس ما تعرفش اللي باب البحر يعني دمر وأزيل عام 1892، وهذا الناس الكل كانت فاشي في بالها أنه تضرب في الحرب العالمية الثانية. وحاجة أخرى كانوا برشا ناس ما يعرفوهاش، أنه فرنسا كي احتلت تونس واحتلت سوسة كانت في سوسة 3 أبواب فقط، لهم باب الغربي وباب جديد وباب البحر. وتعد هذه الفعالية جزءا من سلسلة هاير مدينة لدار بديعة وجمعية الاتحاد الثقافي بسوسة.